ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ بصوا بقى، النهارده احنا عندنا حاجات كتير قوي هنعملها مع بعض ان شاء الله. بس قبل اي حاجه، جمعه مباركه عليكم ان شاء الله، يا رب كده تكون جمعه خير باذن الله. عايزين بقى يا جماعه ندعي لنفسنا كتير ولعيالنا كتير، يا رب يتقبل منا. طبعا اول حاجه عملناها ان احنا فطرنا الحمد لله، ده فطار الجمعه يا جماعه، بنلم كل العيله يعني وكده. كله طبعا لازم يفطر مع بعض اليوم دوت، لان هم اصلا مش بيتقابلوا غير اليوم ده، كله بيبقى اجازة، فلازم بقى كله يفطر مع بعض. تمام. بعد كده بقى هنعمل شوية الحاجات اللي في المطبخ، الكركبة دي هنلمها ونغسل المواعين، وهنغسل شوية غسيل كده عندنا، وهنخرج بقى يعني هنقضي يوم حلو قوي النهارده مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده المطبخ كان مكركب خالص، طبعا بعد الفطار وبعد ما خلصنا الشاي بقى والحاجة اللي احنا عملناها. فانا بقى بلم الدنيا دي واحطها في الحوض، بشيل كل حاجة طبعا مطرحها. يا جماعة لو انتوا حابين فقرة المواعين يعني قولولي، عشان انا بحس ان هي بتبقى تقيلة يعني عليكم ومبتحبوش تتفرجوا عليها. فلو انتوا يعني حابينها وعايزين تتفرجوا عليها اكتبولي تحت في الكومنتات. هنا بقى عندنا شوية غسيل صغيرين هنخلصهم كده ونغسلهم عشان ما يبقاش ورانا حاجة تاني يوم. هي المفروض الحاجات دي يا جماعة كانت تتعمل من يوم الخميس، انا على طول متعودة ان انا يوم الخميس بروق وبغسل وبعمل كل حاجة ورايا، علشان يوم الجمعة دوت يبقى ايه، موريش غير الفطار والغدا، او لو عايزين نخرج نروح اي مكان. يعني يوم الجمعة دوت بيبقى ايه، روحة كده، حلو كده، تقضي في الصلاة في العبادة. يعني كل بيبقى وراه حاجة يخلص بقى قبليها يوم الخميس دوت، عشان يوم الجمعة زي ما قلتلكوا ده اجازة، يعني تبقوا قاعدين فيه فاضيين كده ومأنتخين، يدوبك بس يبقى وراكوا الغدا وخلاص كده. المهم بقى هنخلص شوية الغسيل دول. انا الغسيل النهاردة يوم الجمعة انا كنت مش هغسل اصلا، كان عندي بس حاجة كنت عايزاها كانت في الغسيل، فانا قلت بقى اقوم ايه اغسلها واغسل شوية الحاجات اللي معايا دول بالمرة عشان اخلص منهم. فهروح بقى اشوف فرح بتعمل ايه واجيلكوا تاني. ايه بتلمي اشيائك خلاص؟ بالظبط. افراد ليه كام ساعة؟ لحد بكره. لا طبعا. وانا هذاكر تاني اه. يا جماعه، احنا واخديني عبيده يا جماعه. انت امتحانك فاضل له كام يوم؟ ليه السيره دي؟ لمي لمي. شايفين يا جماعه كنت بذاكر في قد ايه؟ بصوا على الكنبة كمان. لا مجتهدة يا فرح. ايوه دي كمان. جغرافيا امم ومذكره جغرافيا. نحو وتاريخ وواحده جغرافيا عربي. بجد ربنا يكون في عون عيالنا يا رب. ده جزء من ما انا يعني عارفة. في 3/4 جوه. نهار ابيض. ربنا يقويكي يا حبيبتي كده وينجحك ده قولي تاني يا جماعه. وتخشي الكلية اللي انت عايزاها. انا بعلم نفسي مش هقول قولي امين. مين. جماعه اللي عنده بنت او ولد في ثالثه ثانوي، خليكوا رحمين بيهم وما تخليهمش يذاكروا. اه متقلقوش، اللي بيذاكروا هما اللي بينجحوا. وطبعا دي كلمة واحدة فاشلة ما تسمعوش كلامها، عشان ايه عيالكم ما ينفعش في ده. كده خلصنا اللي ورانا، وفرح خلصت المذاكرة ونزلنا بقى رحنا كارفور. طبعا الاسعار اللي هيروح كارفور هيتصدم، الاسعار صعبة جدا. القسم دوت عشان دخلناه كان في ازازة سبراي كنت عايزاها، خلصت من عندي، مش فاكرة كنت جايبها ب35 ولا بكام، فروحت عشان اجيبها لقيتها ب75. قلت ليه مش عايزاها خلاص، ففعلا ما جبتهاش. وكنت رايحة بقى اجيب سجادة، بس قلت اشوف بقى شوية، اشوف حاجات كده عايزاها، كان في حاجات ناقصاني في البيت فقلت اروح اجيبها بالمرة. بس الحاجات يعني غليت بطريقة مهولة، مش عارفة في ايه بجد. المهم قلت اخش القسم ده اوريهولكوا عشان لو عايزين حاجة عايزين تعرفوا اسعارها. بصوا انا بصور لكم بالاسعار اهو. البرسيل ده يا جماعة، ولا ده مش عارفة، ايوه برسيل دوت كان مية وكام، 104. بس الصراحة ما شفتش كام كيلو. هنا بقى دخلت عشان اجيب لي الدوني دوت، كنت جايباه من فتح الله من حوالي شهر، كان ب15 جنيه.
فببص عليه هنا لقيته ب24 جنيه. فانا قلت لا، انا هروح اجيبه من عندي من فتح الله. هو يعني مغلينه ليه هنا، ولا مش عارفه هو الاسعار بقت كده ولا ايه. يعني لو حد يعرف سعره الاول ودلوقتي وغلي ولا لا يقول لي، يكتب لي. هنا بقى دخلت عشان اشوف المكرونه، كنت عايزه مكرونه سباجيتي، جبت لي كيس. جبت ملح، بحب اجيب ملح كده يعني كذا كيس عشان اخليه في البيت، عشان مش كل شويه ابعت عيالي يجيبولي يعني وكده، وساعات ما بيبقاش حد معايا بيكون الملح خلص فبحتاس، فبخلي احتياطي عندي يعني قبل كده ما يخلص فبروح اجيب غيره. الاجهزه الكهربائيه بقى عايزه اقول لكم ان هي غاليه جدا جدا جدا. انا طبعا ما عنديش بوتاجاز، انا عندي بوتاجاز كده السطحي ده، عارفينه بعينين هو. فانا قلت راح ابص على بوتاجاز عشان اجيب لي بوتاجاز. لقيت ايه الاسعار مش متخيله، يعني ب5000 وب6 ليه يعني. اللي نفسي اعرفه بس يا جماعه، الشباب والبنات هيتجوزوا ازاي في الاسعار دي وهيجيبوا منين؟ هو ده بس اللي نفسي اعرفه. والغسالات برضو غاليه قوي قوي قوي. بصوا شايفين الاسعار عامله ازاي. دي الشفاطات. كنت بدور شفاط التاتش دوت لام البنات، بس صراحه ما لقيتش. كنت عايزه اشوفه لها عشان هي كانت محتاسه وعايزه واحد يعني التاتش ده. فانا قلت اشوفه لها لو لقيت اعرف سعره وكده واقول لها، بس ما لقيتش والله. ودي الحاجات اللي احنا اشتريناها من كارفور يا جماعه. بس دي بقى، بص دي بقى هي اللي لقطة في الموضوع. اللبانة ديت واحدة وعليها واحدة هدية. وبكام بقى؟ ب135 جنيه. طبعا الراجل كان عليه الناس قد كده، فكله عمال يلحق، فانا لحقت واحدة الحمد لله. يعني دول كده الاتنين دول ب135. على فكرة دي مش فيها ده، ديت في الكيسة، الجرح ده في الكيسة مش في اللبانة. جبنا 2 مناديل مطبخ، الاتنين دول ب24. وجبنا علبة ملح ديت للسفرة بكام؟ ب7 جنيه. اول مرة اجربه الملح دوت، لو حد جربه اكتب لي في الكومنتات اذا كان حلو ولا لا. جبت الكنكة دي، هي على قد كوباية شاي، جبتها ب135. جبت الكوباية القمر ديت جايبها ب39، يعني نقول ب40 جنيه. بصوا جمالها. في بقى اللونين من اللون ده وفي الروز، بس اللون ده عجبني اكتر. جبت المعلقة السيليكون ديت 65. طبعا الحاجات دي كانت لازمة البيت يا جماعة. والطبق دوت جميل قوي، بيخش الميكروويف وبيخش الفريزر، يعني جميل جدا، الخامة بتاعته حلوة قوي. وب10 جنيه بس. جبنا ملح الأربعة دول ب5 جنيه. وجبنا كيس المكرونة ب24 جنيه. وجبت سجادة هبقى اوريها لكم بقى في الروتين بتاعي وكده. وجبنا هريسة، طبعا الهريسة اتاكلت. وجبنا وجبة من هناك اتعشينا بيها. كنا جايبين نص كيلو هريسة ب24 جنيه، بس طعمها كان تحفة، طعمها حلو قوي. بس كده، هي دي الحاجات اللي انا كنت رايحة. انا اساسا كنت رايحة عشان اجيب السجادة، فالحاجات دي كانت لازمة البيت، فقلت اجيبها بالمرة. وهديت بقى دي لما لقيت عليها العرض التحفة دوت، طبعا مرضتش اسيبها. يعني الاتنين دول ب135 جنيه، وعليها ضمان، عليه الضمان بتاعها سنة. يعني بصراحة ما تتفوتش. وانا كمان كنت محتاجاهم فجبتهم على طول اول ما شفت العرض بتاعهم. بس كده، انا اساسا زي ما قلت لكم ان انا كنت رايحه اشتري السجاده. هو ده بقى الفيديو بتاعي. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وكومنت حلو كده منكم والاشتراك معانا، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ومع الف سلامه. قولوا لي بقى ايه رايكم في الحاجات ديت، وغاليه ولا لا؟ الكنكه دي لوحدها ب135. قولوا لي، بصوا عليها الختم من تحت، قولوا لي بقى اذا كانت حلوه وتستاهل ولا لا. هو مش باين صراحه في الكاميرا.
لا باين اهو. انا الصراحة مش عارفة نوعها اسمه ايه. انا شلت الكيسة وشلت الورقة بتاعتها ورميتهم، فما خدتش بالي من اسمها، واول مرة اجيب حاجة جرانيت في حياتي، فقولولي اذا كانت حلوة ولا لا. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، مع الف سلامة.